تسد عينيك وتخيل ليمونه. في الغالب غادي تصور وحده كي بحال هكا، ولكن شو تقول لي الا قلت لك بان كاينين الناس اللي ما ممكن يتصوروها كاع؟ هاد الحاله كتسمى افانتيجيا. هي ماشي مرض، ولكن 4% ديال الناس عندهم هاد القضيه هادي. الاغلبيه ديال الناس اللي عندهم افانتيجيا ما في خبارهمش بان عندهم هاد الحاله، حيت ما كتاثرش في حياتهم. في بلاصه يكون عندهم الصوره واضحه في دماغهم، يمكن لهم يتخيلوا بكلمات ولا بالمفهوم. هاد الناس مثلا باش كيقراو شي كتاب ما كيتصوروش داكشي اللي كيوقع في الكتاب، حيت ما عندهمش الامكانيه يتخيلوا ديك القصه اللي كيقراو. ولكن حاجه عجيبه ديال هاد الناس هي بان واخا ما عندهمش الامكانيه باش يتصوروا خيالهم، كيحلموا بنفس الطريقه على الناس الاخرين. حاجه اخرى ديال الناس اللي عندهم افانتاجا هي ما كيأثرش فيهم بي تي اس دي كي بحال الناس الاخرين، حيت واحد من الاعراض ديال بي تي اس دي هي بان كنعاودوا نعيشوا في دماغنا الصوره ديال داكشي اللي صدمنا. ولكن كاين حتى العكس ديال الافانتاجيا وكنسميوها هايبرفانتاجيا. غتكون تلاقيتي شي نهار بشي واحد اللي عنده ذاكره فوتوغرافيه واعره بزاف، وباش كتسولو على شي حاجه اللي شاف ولا اللي عاش يمكن له يعطيك كاع لي ديتاي ديال داكشي اللي كان تماك. كتب لينا في لي كومونتير كي كتصوروا ليمونه. تهلاو.